كان المسرح هو المكان الذي اعتلاه محمد عبد الوهاب ليغني لأول مرة. عرف الغناء أول ما عرف في فرقة فوزي الجزائري، وغنى في مسرح عبد الرحمن رشدي، وفي مسرح الريحاني، وفي مسرح علي الكسار، ومثل في مسرح منيرة المهدية. لماذا لم يواصل محمد عبد الوهاب رحلته مع المسرح؟ ولماذا توقف منذ زمن بعيد عن التمثيل والغناء في أعمال مسرحية؟ حضرتك اشتغلت في المسرح أولا مع فوزي الجزائري، ثم مع عبد الرحمن رشدي، ثم مع الريحاني، يعني عشت المسرح، ثم مع منيرة المهدية. واعتقد ان تجربة منيرة المهدية كانت اطول من هذه التجارب، لان الدور فيها كان اوسع، سواء تلحين مثلا او اكمال تلحين كليوباترا، ثم ادائها على المسرح، وبداية التلحين للمسرح زي مثلا اوبريت عنصر الوز لنجيب الريحاني، والمظلومة لمنيرة المهدية، ومراتي في الجهادية لإحدى الفرق برضه. فالمسرح بيكون ايه في حياتك؟ المسرح بيكون التعبير. يعني الغناء التعبيري اللي هو خدناه في الواقع من اغاني الشيخ سيد درويش. يعني اللي هو اندس فينا. يعني هو الفرق بين سيد درويش وغير سيد درويش انه سيد درويش اداني فكرة انه الكلام يجب ان يلحن بمعناه، مفرحا يكون اللحن مفرح، حزينا يكون اللحن حزين. بس المسرح الغنائي موجود عندنا من قبل سيد درويش، يعني ما كانش فيه هذا المعنى. يمكن من اول ابو خليل الاباني غناء، وبعدين الشيخ سلامة غناء، كله كان غناء. حتى تحويل الحوار الى غناء كان غناء عادي. كان غناء، ما كانش فيه هناك حوارات. لان هو الحوار اتواجد من يوم ما نجيب الريحاني عمل الفرقة بتاعته وعلي الكسار، وابتدأ الشيخ سيد درويش يلحن لهم، فبقى فيه حوار. لكن ايام ما كان الشيخ سلامة حجازي، وانا ما حضرتوش، لكن الصوانات بتقول انه كان يغني قصائد، يعني يوقف الرواية ويروح قايل، يعني مسار الرواية ماشي عادي خالص ويروح واقف أجوليت ما هذا السكوت مش عارف ايه، يقف ان كنت في الجيش يقف ويروح قايل اي حاجة بصوت خطير وهام جدا ومن غير اوركستر خالص. يعني هو لوحده، يعني ودي كفاءة طبعا نادرة، ولو ان هذه الكفاءة تتوجد في المشايخ. ولذلك هو الشيخ سلامة حجازي برضه، لانه برضه قطعا طلع برضه من مشايخ، لانه ما تجدش هذه الجرأة وهذه الشجاعة الا في المشايخ. لانه لما يقعد شيخ كده يقرا لك قرآن، لا جنبه لا عود ولا قانون ولا كمانجة ولا بتاع، وقاعد ايه الشجاعة دي؟ ده الواحد بيبقى مثلا المغني من دول طالع او المغنية وجنبها 40 واحد وميتة من الخوف. فايه دي شجاعة غير عادية. بالنسبة للمسرح الغنائي، هل هناك سبب لازدهاره في هذه الفترة جنب المسرح الدرامي؟ يعني كان في الوقت اللي كان فيه عزيز عيد، وقبل كده طبعا جورج أبيض، ثم جه يوسف وهبي وعبد الرحمن رشدي، كان في المسرح الغنائي مزدهر. يعني المسرحين او النوعين من المسرح كانوا مزدهرين في فترة واحدة. لا شك انه كان في سبب. السبب هو خروج الناس من الحرب الكبرى. دايما بعد الحروب تزدهر الاغاني او الحياة المفرحة المرقصة. ولذلك نجيب الريحاني ما ابتدأش بروايات لها راس ورجلين. كل ما يعني ولا لها موضوع له قيمة. كل ما يهم نجيب الريحاني انه يبقى فيه فرصة انه يدخل الشيالين ويدخل العربجية ويدخل الجرسونات ويدخل البنات اللي مش عارف ايه، ويدخل البنات اللي ايه، عشان خاطر تفضل فرق داخله استعراضات. ده البنات الحلوه الجميله اللي لابسه، والرجاله اللي يقولوا مش عارف ايه وبتاع والى اخره، لانها حاجات خفيفه
رشيقة مسلية. بسيطة على الناس، مسلية، والناس خارجة من كآبة وحرب وبلاوي وحاجات زي دي. يا ما شاء الله عالتحفة جاية أهل اللطافة والمفهومية، اجعلها ليلة مملكة كريم. ده الكيف مزاجه إذا تسلطن أخوك ساعتها يحن شوقا إلى حشيشي بتيني تنيشي. اسأل مجرب زي حالاتي حشاش إراري راري يسفخ يوماتي 50 جراية 60 70 يا مرحب. صدق وآمن بالذي خلقها وقال كوني جوز الكل من يدوقها، ما يسلق أنفاسها بملايين بس الأكاد حبس ظلومة يكفينا شرك يا دي حكومة. أول ما نسمع زنيت ناموسة تبص تلقى كل الشخوصة اكسبريساتها راحهم طايرينها يا مرحب. هو احنا يعني علشان غلابة لا بتوع قراية ولا كتابة يهنونا فلتحيا التفانين؟ كان يبقى شنبي من غير مؤاخذة على كلب رومي ولا على معزة أول ما تنده وتقول يا قرقر أجيك مين شمر من غير تأخر. هو ابن مصر هيخاف من مين يا مرحب؟ ورينا أجدع بي ولا باشا يقدر يعايب على الحشاشة. فشر يا دق صل على الزين. واقول لك الحق يوم ما نلقاه بلادنا طبت في اي زنقه. واقول لك الحق يوم ما نلقاه بلادنا طبت في اي زنقه. يحرم علينا شربك يا جوزة روحي وانت طلقه مالكيش عوزه. يحرم علينا شربك يا جوزة روحي وانت طلقه مالكيش عوزه. دي مصر عايزه جماعه فايقين يا مرحبا. هو نجيب الريحاني نقل امتى بقى لشخصية كشكش بيه وللدراما بقى الكوميدية العادية؟ يمكن نقلها ايام الحرب او الحرب، لان هو ما فيش شك انه كان بيشتغل من سنة يمكن 17 18 19 في الحاجات الاستعراضية. في الحاجات الاستعراضية. وبقى والشيخ سيد درويش استلم من الفترة دي اللي بعد سنة 19 20 بقى استلم كل هذه البتاع بينه وبين علي الكسار. مرة عند علي الكسار وكانوا الاثنين متنافسين ويقلسوا على بعض بأسماء الرواية. يعني مثلا يطلع رواية مثلا للكسار يقوم نجيب الريحاني يطلع مثلا رواية اسمها ولو. يعني مهما عملت يرد عليه. مثلا يطلع يرد الكسار عليه يقول له راحت عليك. قال ده اسم الرواية. كل ده يعني بيلقحوا بس على منافسة لطيفة ومشروعة. هي بيلقحوا على بعض لكن بجواها في فن طبعا. جواها كان في فن طبعا. حضرتك طبعا حضرت روايات لجورج ابيض ولا؟ لا جورج ما شفتوش. عايز عيد؟ انا عايز عيد شفته لانه انا غنيت في مسرح كليوباترا انا انطونيو اما كان هو بيخرج هو اللي اخرجها المنير. هو اللي اخرجها لفاطمه رشدي. لكن اللي اخرج روايه منيره واحد اسمه عبد العزيز خليل. ده كان ممثل في المسرح القومي لغايه والله. ده كان بقى ممثل كبير. يعني تجربه فاطمه رشدي قبل تجربه لا بعد. الاول منير المهدي. دي عملت الروايه بتاع انطونيو كليوباترا. وكنت انا من زمان عندي اللحن
يعني في دمي الالحان. كانت طلعت لي الحان يعني. بس ده اول عمل مسرحي تلحنه. اول عمل مسرحي الحنه واشترك فيه. واشتركت فيه انا. وغنيت فيه. غنيت فيه انا، مثلت فيه انطونيو. لكن انطونيو ده كان نيله قوي بقى، كان 40 كيلو مثلا 45 كيلو. وكليوباترا بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحه، كانت يعني حاجه كده، يعني حاجه حلوه يعني، فيعني شيء جميل يعني. غنينا في الشوق. اشترك في تلحين كليوباترا، اللي هي كانت اسمها كانت كليوباترا برضه ولا ايه، اللي مع منيرة المهدية. احنا سمعنا كده، لكن بقى طبعا انا كنت في باريس قبلها بسنتين، ما اعرفش بقى حكايه اشتراكه، ولذلك انا لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه اللي عمله ووقع هذا عند الجمهور، لان ما عندناش مثلا حد بيكتب الحاجات دي. ازاي اشترك عبد الوهاب مع سيد درويش في روايه، في لحن، في اللي هو هي كانت كليوباترا اظن برضه، لانه كان بيعمل انطونيو وهي ازاي. ايه الفرق بين اللحنين؟ ما ده خطين شخصيتين مستقلتين، دي كان يجب تكون فيها بحوث. ثم عبد الوهاب يعني التاني كان برضه له ماضي في التأليف، الأوبراء الموسيقى. عبد الوهاب يعني كان هتبقى دراسة كويسة جدا، وكانت تكون دراسة في المعاهد، ازاي الاثنين يشتركوا في اوبرا واحدة، وفي اوبريت، وفي الوقت نفسه فيها اسلوبين، والجمهور تقبل الاثنين ازاي. ده شوف يعني انا عايز اقول له في قصور في دراسة الموسيقى عندنا، ما عندناش دراسة حقيقية للموسيقى الشرقية ابدا، يعني دراسة. انما في الموسيقى الكلاسيكية الاوروبية ايوه، لان في كتب كتير، في كل ملحن كبير او صغير تلاقي فيه معقول عنه دراسه. ولذلك عندنا في الكونسرفتوار وغيره يقدروا يكلموك عن اي موسيقى اوروبيه، لكن الموسيقى الشرقيه ما نعرفش. انا النهارده مش قادر اعرف، وهو نفسه كتر خير عبد الوهاب اللي هو قدر يدرس الاثنين على اساس، يعني يدرس الموسيقى الشرقيه بالمقامات وكل اتجاهاتها، في الوقت نفسه ايضا دخل المعاهد الأوروبية، ولكن طبعا ما مشيش فيه على طول، لأنه من حسن تعرفي لو كان مشي زي الناس ما عايزة وراح أوروبا وعمل أوبرات وأوركسترات وسيمفونيات، كان انقطع عن الموسيقى الشرقية. ده احنا كلنا لما بنمضي وقت هناك بننقلب، نبقى أنا لما بقعد 2-3 بتعلم اللغة الفرنسوية واكتب، وكتبت حاجات بالفرنساوي. لو كنت قعدت انا 5 سنين ولا ما جيتش انا خلاص ما جيتش بلد يكتب للجمهور اللي هناك. فكون عبد الوهاب جه مصر ومشي في الموسيقى الشرقيه ويطور فيها بقدر امكانه، ده عمل يعني كان يجب يكون محل دراسه يعني. بس انا سمعت انها لما سجلت الاسطوانات وكانتوا اختلفتم سجلت هي الدورين، دور انطونيو. ما هي بقى يعني يعني الكبرياء بتاعها كأكبر مغنية في ذاك الوقت، يعني كانت مغنية كبيرة جدا. ما قدرش يفهم، او هي ما قدرش تفهم انه ممكن ان واحد يبوظ لها رواية، يعني يخرج يوم الرواية ما تشتغلش ليه؟ لا، طب هتشتغل. هي الاساس. هي الاساس منيرة المهدي. فاشتغلت هي مرة كده، ومرة جابت فتحية احمد شغلتها كليوباترا وهي انطونيو، ومره جابت صالح عبد الحي اشتغل انطونيو. ايوه، وهو راجل ملوش علاقه لا بالمسرح ولا بالبتاع، لكن اهو يعني. هل حقيقة زي ما قيل في بعض الكتب ان منيرة المهدية وصلت من المجد ان مجلس الوزراء في يوم من الايام اجتمع في بيتها، ولا مسألة تحريف لواقعة صغيرة كده حصلت؟ لا، ده صحيح. صحيح يعني صحيح. كان لها هي، وانا كانت سيدة جميلة جدا ومصرية الشكل، يعني من حيث الوجه المنمنم، قسمات الحلوة اللي دمها خفيف، المصرية البنت السمراء او الحنطية زي ما يقولوا، ورقيقة جدا وجميلة جدا وبنت مجلس. فكانوا الجماعة الكبار يروحوا يسهروا عندها.
انا طبعا ما حضرتش هذه الحادثه لان بس أنا سمعت عنها. لكن سمعت يعني، وكانت متداوله أي. بين الناس انه رئيس وزراء من اكبر رؤساء الوزراء اللي شافتها مصر كان هناك. ما هو معروف اسمه يعني، ده تاريخ. يعني وكان مبسوط شويه، ف شرب شمبانيا في جزمتها او حاجه من هذا القبيل يعني. وهي اما انا عرفتها حسيت بان هي كانت جديره بهذا. يعني كان ممكن يعني شخصيه ممكن يعني ممكن شخصيه انها تجذب الرجل والكبير وتخليه يعني بتاع، لان زي ما قلت لسيادتك انها كانت سيده اولا يعني قبل ما تكون مغنيه، سيده حلوه يعني، سيده جميله فاتنه، وهي من الشرقيه برضه. ما كده. امال يا فندم الشرقيه دي فيها حاجات كويسه قوي. طبعا فيها منير المهديه طبعا، فيها مثلا فيها طلعت حرب، فيها عزيز أباظة، لا فيها كتير، فيها عزيز أباظة، فيها عبد الحليم مظبوط مثلا مزبوط. يعني. فيعني الشرقيه دي. طب حضرتك ما اشتغلتش وما التقيتش في المسرح بيوسف وهبي ابدا؟ بونجور يا استاذ جمال، انا معايا زوار